كلنا في شبابنا ولحد دلوقتي بتكون عربية أحلامنا هي الإي 36. وده بسبب انها عربيه شبابيه، وغير كده تحس انه ميكس صعب يتكرر تاني، شكل رياضي يخليك تحبه وموتور يستحمل كل نفسك تعمله فيه، وده بالظبط اللي هنشوفه في الفيديو ده. تعديل موتور اي 36 بالكامل، وزي ما كل تعديل بيزود قوه للعربيه، كل سبسكرايب منكم بيدينا قوه نكمل ونعمل محتوى اقوى، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. العربيه دي بقى لها فتره من غير موتور، والموتور اللي كان عليها كان M52، وده 6 سلندر وبيطلع 193 حصان، والعزم بتاعه 280 نيوتن متر، والسرعه القصوى بتاعته حوالي 250 كيلومتر في الساعه. ودلوقتي هدفهم انهم يوصلوا الموتور اللي معاهم ل 500 حصان، وعشان تعمل كده لازم تعرف الطرق الاساسيه اللي تزود بيهم قوه موتورك. اول حاجه معانا وهي التربو. التربو بيشتغل بفكره فرصه اندكشن، يعني بيدخل هواء زياده جوه الموتور. وتاني حاجه بقى السوبر تشارجر، الاثنين بيعملوا نفس الفكره، بس التربو بياخد طاقته من العادم والسوبر تشارجر بياخدها من دوران الموتور نفسه. وتالت طريقه بقى النيتروس، التانك بيتملي نيتروس اكسيد مضغوط، ولما بيتحقن جوه الموتور بيتفك ويديك اكسجين زياده، وطبعا اكسجين اكتر يعني قوه اكتر. بس بقى في طريقه رابعه، وهي انك تغير الموتور كله اصلا، وده فعلا اللي هيعملوه. وعشان نعرف هم ليه عملوا انجن سواب بدل انهم مثلا يعدلوا التربو او اي طريقه من اللي انا قلتها فوق دي، لازم تكونوا عارفين انهم عشان يركبوا تربو ويوصلوا ل 600 حصان من الموتور الام 52 اللي معاهم، هيحتاجوا يغيروا الانترنالز زي البساتم والكرانك شافت وغيره كتير، ودي تكلفه عاليه ووقت كتير لتجميع القطع وشغل تكنيكال صعب، وفي الاخر ممكن المشروع ما ينجحش معاهم. فالافضل يشتروا موتور جاهز يستحمل القوه اللي محتاجينها. وطبعا مفيش احسن من ال2 جي زي، واللي بيخرج من المصنع بانترنالز تستحمل لحد 1000 حصان، وده من غير تغيير اي قطعه، وده اسطوره في الاعتماديه والتحمل. الموتور ده مش جديد عليهم، قبل كده فكوه قطعه قطعه وشافوا سر قوته وليه بيتحمل الضغط العالي. والسر اللي مميز الموتور ده ان بلوكه الموتور حديد مش الومنيوم زي كل المواتير اللي كانت موجوده في التسعينات، فطبعا هيديله قوه تحمل اكبر. والنسخه 2 جي زي توين تيربو نزلت بقطع داخليه فورجيت تتحمل ارقام كبيره، والفورجيت بتكون عباره عن قطع بتتخرط من سبيكه، يعني مش معدن بيتصب في قالب، فبتكون القطعه دي اقوى واصلب بكتير. وكمان في النسخه دي معاها نظام تبريد ممتاز، وكمان مضخه زيت قويه وتوزيع زيت متوازن، وده بيحافظ على المكونات تحت الضغط عالي. وغير كده معمول له اوفر انجينيرنج من تويوتا، يعني مثلا الموتور بيطلع حوالي 280 حصان ستوك، وده عشان قوانين اليابان، ولكن في الحقيقه يقدر يوصل ل 600 و800 حصان على الستوك كمان من غير اي مشاكل كبيره. ونرجع للفيديو بتاعنا تاني. بدأوا الاول بتنظيف حوض الموتور وشالوا منه الحاجات الزياده، غسلوه وجهزوه عشان يبقى جاهز ويستقبل الموتور الجديد. وفي نفس الوقت صاحبه كان بيركب ترمبه بنزين جديده للعربيه، وده عشان ال2 جي زي مع التربو هيبقى محتاج بنزينه معاه في الشنطه. الترمبه الجديده بتدي 420 لتر في الساعه، يعني كفايه واكتر على قوه الموتور الجديد. ركبوها وكده بقت وحده كامله وجاهزه. اول حاجه شالوا ثروتل البادي او بوابه الهواء، والموديل ده مميز شويه لانه درايف باي واير ودرايف باي كيبل. ايه بقى الكلام ده يا عم دونت؟ انت كده بتتوهني يا عم. ولا بتوهك ولا حاجه، الموضوع ببساطه ان درايف باي كيبل يعني بوابه ميكانيكيه، يعني كل ما تدوس بنزين السلك بيتشد ويفتح البوابه. والدرايف باي واير يعني بوابه كهرباء بتشتغل من نفسها وبتبعت اشاره للاي سي يو، والاي سي يو بيفتح البوابه عن طريق موتور صغير جوه الثروتل البادي. والفرق بينهم ان الكيبل مشاكله اقل بس. وهم عملوا كده فعلا، شالوا التروس اللي جوه لانهم مش محتاجينها، وحطوا كعب تثبيت جوه الثروتل البادي عشان يملى الفراغ، وكده البوابه بقت دريفن باي كيبل. وبعد كده جاب خراطيم هواء، وكان جايب كيت جديد مع البوجيهات فركبهم، وكمان ركبوا المباين ورجعوا الثروتل البادي مكانه. وبعدين شال فتحات التهويه القديمه وركب بدلها فتحات تهويه جديده، ودي من شركه ريديوم، ودي شركه تعديل امريكيه مشهوره بتصنيع قطع وقود وتهويه للمواتير المعدله. ودلوقتي الخطوه الجايه كانت تركيب مانيفولد التربو. المانيفولد ده كان على شكل حرف في، وده هيدخل هواء اكتر ويساعد في انهم يوصلوا لارقام اعلى، ومعاه هيت شيلد جاهز عشان الحراره تبقى في مكانها. وبعد كده ركبوا ويست جيت بيركب على المانيفولد بسهوله. وبعدين جه دور التربو نفسه فركبه، وعشان التبريد يكون مظبوط هيستخدم اكسترنال اويل كولر او رادياتير زيت خارجي، وده مهم جدا في التعديل ده لان لما الزيت بيسخن جامد بيفقد لزوجته، فبالتالي التزييت هيقل فالموتور هيتاكل اسرع. وعشان يركبوا الجزء ده محتاجين يركبوا بلوك ادابتور على الموتور، والقطعه دي بتكون عباره عن حل وسط بيسمح بتركيب قطع متعدله على بلوكه الموتور الاصلي، وده من غير ما تعدل البلوكه ذات نفسها. ودلوقتي هيركب مسطره رشاشات البنزين، وبعدها هركب المارش. ونيجي بقى للجير بوكس. اول حاجه ركبوا ديسك الدبرياج، وبعدها الاسطوانه، وفي الاخر كان سوسته الكلاتش، القطعه المسؤوله عن ربط وفصل الحركه من الموتور للجير بوكس. وفي الاخر ركبوا علبه الجير في مكانها. ودلوقتي جت اللحظه اللي مستنيينها، وهي تركيب الموتور في العربيه تاني، ودي اهم واصعب لحظه في الفيديو كله. رفعوا الموتور بالرفعه وبداوا يسقطوه في مكانه، واهم حاجه انه يركب على القواعد بتاعته مظبوط، وده اخد منهم وقت طويل بس في الاخر ركبوه وكده كل حاجه مظبوطه. دلوقتي بدا يركب الانتركولر او الرادياتير بشكل مبدئي،
وده هايبر وشغال على نظام الباور بتاع الدركسيون، والنظام ده بيسهل السواقه بشكل كبير. ونيجي دلوقتي لمرحله تركيب الحساسات. لما تيجي دلوقتي تعمل تعديل على الموتور بيكون من الاحسن انك تضيف حساسات عشان ما تسببش عطل وتدوخ على ما تعرف ايه سببه. فغير حساس درجه الحراره، وده لازم يتحط في مكان قريب من التانك بالموتور عشان الاي سي يو يقدر يقرا درجه حراره الهواء الداخل، وبرضه عشان يعرف اذا كان المحرك شغال صح ولا لا. وكان وصل له شاشه جديده، وده غير اللي احنا نعرفها لانها بتتوصل بالاي سي يو مباشره وبتعرض كل حاجه بتحصل في الموتور من ضغط بنزين بقى لدرجه حراره وكمان الار بي ام. فعمل لها الحوامل بتاعتها وركبها وشكلها كان كويس جدا. هي الشاشه هتورينا البيانات اللي عايزين نعرفها، بس البطل الحقيقي هنا هو الاي سي يو، وده اللي بيدينا التحكم الكامل في توقيت الشراره والرشاشات وكمان كل حاجه بتحصل تحت الكبوت، وده اللي بيحدد العربيه دي هتطلع كام حصان. وبعد كده بدا يشتغل على تركيب الكاتش كان، وده عامل زي الفلتر بينظف الهواء من الزيت والابخره قبل ما ترجع على المانيفولد وتوسخ الثروتل والانتيك. فكان عمل لها الحوامل بتاعتها وركبها في مكانها مظبوط. ودلوقتي بيظبطوا كهرباء العربيه عشان يبداوا يشغلوا في العربيه. درايف شافت وصل وتركب وشكله جامد، والمفروض ينقل الحركه من الجير بوكس للكورونا. ودلوقتي جت لحظه تشغيل الموتور. طبعا انت مستني تسمع صوت الموتور وكده زي كل مره، بس للاسف المحاوله طلعت فاشله اساسا. فشيكوا على ضغط البنزين واغلب الحاجات تاني، بس طلع ان البوجيه ما بيطلعش شراره، وغيروه طلع شراره فعلا، وجم يدوروا تاني وبرده ما اشتغلتش. Oh shit. Here we go again. فهو دلوقتي هيتجنن، كل حاجه متوصله والبوجيهات تمام. ايه بقى اللي مش مخلي العربيه تشتغل؟ والاي سي يو اللي لسه مركبه، والحلو اللي فيه انه يقدر يدخل على البرنامج ويتحكم في كل حاجه لوحدها، ويشوف ضغط البنزين ويخلي البوجيه يطلع شراره من غير ما يشغل المارش. فطلعت المشكله ان الكمبيوتر مش واخد امر يطلع الشراره في الوقت الصح، فكل اللي محتاجه هو تعديل السيتنج وبس. ودلوقتي بقى كل المشاكل اتحلت، فدوروا العربيه واخيرا اشتغلت. دلوقتي العربيه اشتغلت، وكل اللي محتاجينه يعملوا اكزيستو محترم ويحطوا سوائل التبريد، وفي الاخر يعملوا داينو. وراحوا عند صاحبهم، وده من اشهر الناس اللي بتعمل تعديلات على نظام الاكزوست، وركبوا الاكزوست من ورا الكاميرا وكذلك سوائل التبريد. وبعدين راحوا بالعربيه للمكان اللي هيعملوا فيه داينو، ودخلوا الورشه وبداوا في تجهيز العربيه، وكل حاجه اتظبطت وبداوا على طول. وفي اول مره جابت 553 هورس باور، وعملوا داينو تاني مره وجابت 575 هورس باور. ومش ده الرقم اللي كانوا عايزين يوصلوا له ابدا، هما كانوا عايزين يوصلوا لرقم اعلى من كده. فعملوا داينو لتالت مره، واخيرا جابت 603 هورس باور، وده كده اكبر رقم احصنه جابوه في تاريخ قناتهم. وطبعا بعد كل التعديلات دي لازم ينزلوا حلبة السباق ويجربوا قوه وحلاوه التعديل اللي عملوه. شفنا وعرفنا ازاي تعدل وتزود قوه موتورك، وفي الاخر كل قطعه اتثبتت في مكانها. كل حاجه لعبت دورها بالظبط زي ما اتصممت. الثروتل بادي مع المانيفولد والتربو مع الويست جيت، كل جزء بيساعد التاني لخلق توازن وتناغم ميكانيكي كامل. الموتور دلوقتي مش مجرد اجزاء متجمعه، ده نظام هندسي متكامل وقوه تحمل ودقه، وكل حاجه فيها محسوبه، والنتيجه آلة حقيقيه جاهزه تبهر على الطريق. واللي ورا كل رقم على الداينو هو فلسفه التصميم والتنسيق بين كل جزء في الموتور. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. وبس كده، سلام.